واليوم في قصر المرادية يترأس الملك تبون الأول فعاليات السرقة الجلابة المغربية، وهو بكل فخر واعتزاز يبوسهم ويعنقهم ويقول لهم يعطيكم الصحة درتوا لنا هوية. ففي هذا اليوم الثالث من العيد كان يحرص الملك تبون الأول أن يستقبل كل الوزراء السارقين في المرادية، وكله اعتزاز وفخر للغزو الثقافي للدولة المغربية. وركز في هذه الفعالية على البوس والتعناق والتصوير والحطة الفاسية. فكان جلالة الملك تبون الأول دائما يدعم تقاليد وثقافات وهوية البلدان الأخرى، لأنه يعلم أنه ليس له تقاليد ولا هوية. والله ما نخليك في خاطرك بلا تبغيتي تكون ملك والله ما نخليك في خاطرك. صافي دابا هذا هو القالب تيتصوروا بهم دابا هما تيتصوروا باش دابا العام الجاي توجدوا الدوسي ديال الجلابه المغربيه. صافي غتولي في اليونسكو دابا ديالهم دابا ديالهم ما حيداش لي في الطبيب.